وسط البلد اللي نعرفها هتتغير خالص، ولو زرتها بعد كده مش هتعرفها. منطقة أثرية عاش فيها ملوك وفنانين وأكبر السياسيين والشعراء، ولحد النهاردة لسه قادرة تمثل هوية مصر الحقيقية. النهاردة بقت على ميعاد مع استثمارات بمليارات الدولارات، وده لأنه هيتعمل فيها تحالف سعودي مصري هيغير حرفيا خريطة المنطقة دي من جديد، وهيحولها لمركز عمراني وتجاري يليق بمكانتها. ازاي الكلام ده هيحصل وامتى؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده، فخليك متابع معانا للآخر. مين فينا ملوش ذكريات في وسط البلد وشوارعها وحواريها وكل مطاعمها وكافيهاتها؟ منطقة مش عادية، بتعتبر روح مصر حرفيا. النهارده بقت على ميعاد مع استثمارات بمليارات الدولارات. القصة بدأت من مؤتمر ذا انفيزيتور ريل استيت. هناك كشف أحمد الهاشمي رئيس قطاع تطوير الأعمال في شركة سمو القابضة السعودية إن في تحالف كبير بين شركات مصرية وسعودية بيدرس استثمار يوصل لمليار دولار في مشروع عقاري ضخم في وسط البلد. التحالف ده بيضم شركات كبيرة جدا، منها سمو القابضة وأدير العالمية من السعودية، ومعاهم من مصر ميدار وحسن علام اللي ليهم باع طويل جدا في السوق العقاري. تخيل إن وسط البلد بقت المكان الأكثر أهمية وجاذب جدا للمستثمرين، مش بس المصريين، لا، مستثمرين كبار زي الإماراتي محمد العبار أعلن إن المنطقة دي أولوية عنده في استثماراته الجاية، وقال إنها فرصة استثنائية علشان نرجع للمنطقة رونقها التاريخي ونحولها لمركز عمراني وتجاري بيخدم العاصمة كلها. ولو فاكر إن الكلام عن تطوير وسط البلد هو خطة جديدة من الحكومة تبقى غلطان، وده لأنه من فترة طويلة جدا وهي حاطة عينيها على وسط البلد، العاصمة التاريخية اللي الوزارات كانت متكتلة فيها على كورنيش النيل قبل ما يتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة. طيب التطوير ده هيتم إزاي؟ وهل كده وسط البلد هتفقد قيمتها؟ الكلام ده مش حقيقي تماما، بالعكس، وسط البلد هتزيد مكانتها وقيمتها. والفكرة ببساطة إن الحكومة فكرت وقالت هي المباني الحكومية اللي خلاص ما بقاش ليها استخدام ليه ما تطرحش للاستثمار. وفعلا الحكومة خلصت دراسة الطرح في يونيو اللي فات، ووزيرة التخطيط هالة السعيد أكدت إن أول دفعة من المقار الوزارية هتطرح لمستثمرين عالميين قبل نهاية السنة دي. الرئيس السيسي نفسه أصدر قرار قبل كده بإزالة صفة النفع العام عن 13 مقر حكومي ونقل ملكيتهم لصندوق مصر السيادي، الصندوق اللي بقى الذراع الاستثماري الأساسي للبلد. والصندوق ده ببساطة عبارة عن صندوق ثروة سيادي بتمتلكه مصر وبيكون تابع لرئيس مجلس الوزراء، تم إنشاؤه سنة 2018 بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المالية لمصر، وده عن طريق إدارة الأموال والأصول المملوكة أو المنقولة للصندوق ده. طيب إيه المباني اللي هتطرح في الاستثمار؟ أول مثال للمباني اللي هتطرح هو مقر وزارة الداخلية القديم اللي اتعمل معاه عقد تطوير مع شركة اي ديفلوبمنت علشان يتحول لمكان خاص بالابتكار وريادة الأعمال، بيضم مكاتب إدارية وتجارية، جامعة فرنسية، مركز عالمي للتعهيد، وفندق. يعني احنا بنتكلم عن إعادة تدوير لتراث وسط البلد وتحويله لمناطق عصرية بس من غير ما نفقد روحها. ومنها نروح لقطعة الأرض الأشهر في وسط البلد، ودي بقى أرض الحزب الوطني اللي بتطل على النيل، دي مساحتها حوالي 16,500 متر مربع، وانضمت لصندوق مصر السيادي سنة 2020 بعد صراع طويل حوالين تبعيتها. المشروع اللي هيتعمل على الأرض دي أكتر من رائع، وهيكون عبارة عن برجين، الأول فندقي وتجاري بيوصل ل 75 طابق، والتاني سكني فيه 446 وحدة فاخرة بارتفاع 50 طابق. اللي بيحصل النهاردة هو محاولة لإحياء وسط البلد بروح جديدة. انتوا بقى تتوقعوا وسط البلد هيكون شكلها ازاي الفترة اللي جاية؟